تطمينة الحكومة سقطت، ومخاوف المواطنين من السنوات العجاف أصبح واقعا مع قانون المالية الجديد الذي صدق عليه نواب الشعب بالأغلبية. بداية من شهر جونفي كل المواد الاستهلاكية غير المدعمة بما فيها الغذائية من معجنات وأرز سترتفع بعد أن قررت الحكومة رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين، الحد الأدنى من 7 إلى 9%، الحد الأقصى من 17 إلى 19%. هذه الزيادات التي ستقتطع من جيب المواطن سيوجه ما نسبته 80% منها إلى الخزينة العمومية و20% إلى ميزانية البلديات. في بلد بترولي بامتياز الرسم على المواد الطاقوية سيرتفع من 1 إلى 3 دنانير، زيادة في سعر البنزين ب13% لينتقل من 31 دينار للتر الواحد إلى 34 دينار، زيادة في سعر المازوت ب8% لينتقل السعر اللتر الواحد من 18 دينار إلى 20 دينار. بالنسبة للوثائق البيومترية الاستعجالية جواز السفر البيومتري من 28 صفحة 25 ألف دينار، أما جواز السفر البيومتري الاستعجالي من 48 صفحة 60 ألف دينار بدل 45 ألف دينار. واحذر يا مواطن أن تتلف أو تضيع أو تسرق منك بطاقة تعريفك البيومترية، لأنك ستضطر بقوة القانون إلى دفع 1000 دينار عند التجديد. أسعار الكراء أيضا ستزيد بعد فرض 10% من الضرائب على السكنات الجماعية بما فيها السكنات من غرفة واحدة وغرفتين. أيضا سيضطر المواطن لدفع 7500 دينار للحصول على رخصة البناء لإنجاز سكن تكلفته 150 مليون. ولمدمني الانترنت رفع الرسم إلى 19%، أما مدمني السجائر فقد تم رفع الرسم على التبغ الأسود إلى 1240 دينار جزائري للكيلوغرام بزيادة 10%. أيضا تم رفع الرسم على العجلات المطاطية المستوردة بالنسبة للسيارات الثقيلة 750 دينار والخفيفة ب450 دينار. أسعار الخمور بمختلف أنواعها ستزيد ب10%. إذن المزيد من شد الحزام يا مواطن.